هنا بقى ندور الكيكه بتاعتنا الجميله دي ونشوفها من جوه كده شايفين مسام الكيك يا جماعه؟ شايفين مسام الكيك؟ نقطع كمان قطعه كده، بص شايفين مسام الكيك كده؟ هو ده الكلام. شايفين كيكه ناجحه معاك في البيت بكل سهوله. ده الكلام. ندوق ونقول بسم الله. بالزبده بقى والكلام ده جامد. كيكه بالزبده تحفه. مع الشيف محمود مفيش مستحيل. تابعوني ولايك وشير عشان نعمل وصفات كتير. بحبكم في الله. هو ده. محتاجين لكيكه بالزبده دي طبعا. تعالوا كده بقى نبلش بالمكونات. معايا كوبايه ونص من الزبده كده السايحه، بالكوب المعياري، اي كوب نعمل بيه نفس المعيار يا جماعه. وكوبايه وربع من السكر بتاعنا. طبعا نضرب المكونات دي مع بعض لمده 5 دقايق او 3 دقايق. ممكن نعملها في الخلاط عادي. عندي 3 بيضات بدرجه حراره المكان، طبعا مفضيهم في طبق كده وهو شغال. ادام حطينا بيض طبعا لازم نحط الفانيليا بتاعتنا، 2 باكت من الفانيليا، وكوبايه وربع من الحليب كده. كوبايه وربع من الحليب طبعا. بعد طبعا ما فضينا الحليب عندنا 250 جرام من الدقيق متعدد الاستخدام. حطينا طبعا 250 جرام دولت عاملين معانا 2 كوب من الدقيق طبعا، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، وضربناهم مع بعض. طبعا المكونات دي كده بنضربها كويس معانا. بتاخد ميكس من 10 دقايق كده معايا في المضرب او في الخلاط. هو ده القوام المطلوب اللي انتوا شايفين، القوام الكريمي ده. طبعا عندنا صاج 25 في 20، حاطط فيه زبده طبعا، ورقه زبده بمستوى الصاج او بمقاس الصاج. طبعا نزلت بالكميه، طبعا جت معايا نص الصاج زي ما انتم شايفين كده. هبتها هبده صغيره كده لحد ما تستوي معايا. هدخلها الفرن على درجه حراره 180، بتاخد معايا 40 دقيقه.